عميله جت نورتنا وهي اللي جابت القصه، مش كده؟ دي قصة العميلة نفسها. قصه العميله نفسها اهي، هي جابتها. وبرده الشعر ده بتاعها هي، مش كده؟ كان 3 قطع اكستنشن واحنا فكيناهم عشان نقدر نصمم منهم بروك. حلو كده. جالنا القصه، الشعر، الكاب بالشكل اللي احنا شايفينه ده، صح؟ تمام. ورينا بقى همتك يا بطل، هنطلع المنتج ده ازاي. وبكده خلصنا الباروكة، اعادة تصنيع، رجعت باروكة جديدة من تاني. يعني ايه؟ يعني عمليا اي باروكة عندك او اي شعر او اي قصة، تعالي شرفينا وهتشوفي احنا قد ايه هنعملها لك احسن حاجة. ادي شكلها اهو، لان عندنا قسم كبير جدا لكل الصيانات لكل انواع الشعر الطبيعي، الشعر الطبيعي بس. ده غير كمان اللي احنا عندنا مبيعات لكل انواع الاكستنشن والبواريك والدبل فيس وكل انواع التركيبات. يعني باختصار احلامي وتمني واحنا علينا التنفيذ. وفي اوفر قوي جدا جدا لكوليكشن الشتاء اللي احنا خلاص ابتدينا نخلصه. ده غير كمان لو اشتريت اي حاجه من ار زد جروب عليها خدمه ما بعد البيع، يعني اي صيانه هتكون مسؤوليتنا احنا بس. شايفين القمر؟